طلب الجماهير. أنا أنت حتى الحمر حاضر لكن دحين أنت نقتل هذا الجمهور. هذا قال لك مرة واحد كان جالنا أمس واحد جالنا أمس كان يشغله طول الليل هو بيونف براسه والتلا الجنان في روحه ولا خلاه يرقد ولا شيء. رجع قام ضغشه وخرج نحته قال ماذا الحين رجل. هذا مرة واحد شيبة ركب فوق حافلة يعني فارغ ما بيش معه عمل يعني هذا ظنك ما درى يصير رجع ركب له فوق حافلة يعني يركب له مع صاحب الحافلة يلوي هكذا يمشي اليوم. ايوه فركب مع السواق الحافلة هذا من الصباح لا ظهر وصاحب الحافلة بيلف لف لف ويعينه في المراية يعني طول اليوم. لا ما تعب الشيبة هذا ونزل قال صاحب الحافلة على جنب وقف خرج الشيبة العشرة ناوله بس هذاك صاحب الحافلة الحساب ضرحها صار ينزل له قال له يا حج قال ايش؟ قال صدق انني اعرف اكون سعديه. من كثر ما قد عياني بالمرايه. يعني يقصد وهذا مره ركبوا ثلاثه فوق حافله وبعد ذاك ما مش معاهم زلط ولا شيء. المهم ركبوا لما وصلوا هناك قالوا صاحب الحافله على جنب ووصلنا بلهم بيقولون فين الحساب قالوا ما فيش معنا أنا حساب والله ما معنا شيء. تشتي ضمنا ولا ضمت قالنا منكم صدق قال والله ما معنا الله ملاضين. قال الثاني اقرب قال راح له ملضم قالوا اخرج لك. قرب الثاني اقرب قال راح له ملضم قالوا اخرج لك. قرب الثالث قال راح له ملضم واخرج لك. وهذاك الثالث معه صاحب قال زيد فعل ملضم تم قال راح له ملضم قال صاحبه محاسبه. ايوه التكاكين احنا بعدنا ثلاثة ايش بعدنا ايوه قصة الحوانيت. هذا قال لك مرة واحد معه باص والباص حكى لنا حالي هكذا معالج ما عندهم هذا فالركب حكوا كلهم ما كانوا يركبوا معه لا يعجبون لا يركبون لا قدام كلهم لا ما ضهم ورجع قال بعرض. هذا قصة الحوانيت مرة أنا سافرت من صنعاء هذاك اليوم وبعدها نزلت لعنك طول الطريق وانا بين شاهد الطريق يعني اتجاهي محطات ودكاكين الحوانيت يعني نسميهم حوانيت كثيره يعني كنت عين الناس كلهم حانوت هناك وهناك حانوت وهناك حانوت. لو ما وصلت للبلاد لا عندنا لا هذا ودخلت للحاره في عندنا في دمر ونزلنا لهناك وعند الدنيا كلها لا ايش حوانيت كل من يعني مع حانوت تحت البيت. فانا رجعت ظنك هذا صرت اجري لي من عند واحد شقاره بين قلت له ب 20 شقاره قال لي انت ماشي معك حانوت. قل انا يا علي تعال انا يا علي. على رسول الله وعلى اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. خليك تسوي قدم صور. ومن القصص التي كانت تجرى عندنا مثلا في الحاره واحد فعل دكان عندنا يعني بعده كم لها الدكان يعني مستمر لها عمر كثير وذي كان جالس في الدكان هذا شديد يعني يموت على الريال وعلى الربع وعلى النص ما كانش يرضى يفلت اي حاجه وكانوا ينصحوا انتبه لا تين احد لا تخاف احد. قال انا منتبه انا مجنون انا بعقلي والله ما دين احد مخلوق المهم ولا كان يرضى يدين احد شيء ولا يرضى ولا هذا المهم شديد زوبة الله. مرة وتف جاء عنده واحد عاد وشت منه. وصلت لين من عنده كنت محرك الكاميرا بعد ما هذا صور واحد يصور لي الحلو عاد جاء حلقي. ايوه يا ولد صلى الله عليك ايوه انت هكذا وهكذا والله. فجاله واحد شديد عاد وشت منه كان يخزن ما هذا بيصيمنا انا شو قال. فجاله واحد عاد وشت منه في تلك الحانوت هذيك وصل مدري كيف لو ما دراجله ويا دراجله غلط وتف سر في ربع. وانه في دوامه لا يعلم بالله الله. على الربع ذيك ما عاد كانش يدخل عينها النوم ذيك صاحب الحانوت. وهذاك فلت وراح له من الحرم من تحت راس الربع ذيك. وجوز متخبي هذاك يمكن 3 أشهر من تحت راس الربع ويصير من الحاره الثانيه ويجي من هناك. وهذاك يمكن 3 أشهر ومن ما شاء الله عنده من اهل ذيك يجي يقول له ما تقول محمد جزانا نزلت. يقول يا نزلت هذا هو ربع قرش يعني ما فيش حاجه وهذا وخلاها طبيقه. ويشتي جزع من ما صار يعني من اهل البيت يقول نبوا علي تي نزلت ويصيروا يتقالعهم ذوليك. اخرتها لو ما ضهم علي ضهم من كثر ما ضيق صاحبنا ذيه صار عندي يتقالع ويا لان كسرت كابي قال لي زلطه. وصل هناك وصل بيقول له ايش عندي لك ايش في بدري لابوك. قال يا رجال عندك ربع ولا شيء تجزع نزلت ولا قال كم يا زلط يا رجال
عندي لك ربع قرش، هذا قرش قرش الا اربع هذا. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا بنتاخر احيانا يعني. هيا ليك ورد. احنا طبعا بجي على الجمهور الكريم، وهذا اذا تاخرنا لا يكونش يعني يا هذا. احنا اصلا ما احناش مدعومين، احنا نشتي نفعل عمل حتى رمضان حتى كذا، نشتي نفعل سكتشات، نشتي نفعل يعني كوارث نفعل كذا، بس ما حد داعمي لنا. نخبركم بصراحه يعني كلهم بيطلبوا مننا الجديد الجديد. انا بنفعل جهدي ما بنتاخر، لكن هذا العمل هذا بحاجه الى دعم حتى ان احنا نستطيع ان احنا نفعل فريق عمل، نفعل كذا للتنقل، نفعل سكتشات في اعمال خارج دمار، في الوادي، في الجبل هناك، معنا افكار نصور لكم حاجه جميله. بس انا ما اقدرش اني افعل حاجات يعني وانا ما ابغى، ما اناش مدعوم. احنا احيانا احنا نتحمل هذا العمل وعدم ما بيجي لنا دعم اطلاقا. لا يدعمونا مغتربين ولا يدعمونا تجار ولا كل من شغلت ترنا وعليها. نرجو دعمكم، نرجو دعمكم. ما اعرفش نشتغل. طبعا العمل هذا الذي احنا عنقوم به بحاجه الى مخرج، احنا بحاجه الى اثنين اشخاص مهمين في ذا العمل، نشتي مخرج ونشتي مدخل. هيا طلعنا حق الحمار. صاير خلاص. يلا يلا. هيا طلعنا حق الحمار.